手机与车辆完成蓝牙配对后，在手机 App 中点击左上角的菜单栏，点击感应解锁，点击打开感应解锁功能，携带手机靠近车辆，长按 Auto 键便可唤醒车辆，坐在坐垫上确认编程。طبعا مع التقدم التكنولوجي في وسائل النقل كان إيلون ماسك هو السباق لهاد الخاصية ديال السيارات الكهربائية ذاتية القيادة، بمعنى أنها كتسوق راسها براسها بدون تدخل منك. كان من بعد غيكون من البديهي أن غادي غنشوفوا دراجة كهربائية ذاتية القيادة. هادشي اللي دارتو شركة شاومي أو كنقولوا لها شاومي العملاق الصيني. شاومي هي شركة صينية تشتهر بصناعة الإلكترونيات. حنا كنا عارفين شاومي غير من التليفونات ديالها، بحال التليفونات الذكية والأجهزة المنزلية الذكية، ولات معروفة بجودة منتجاتها وبأثمنة معقولة منذ تأسيسها سنة 2010. هادشي اللي خلاها تولي من أكبر الشركات التكنولوجية في العالم. مؤخرا شركة شاومي دخلت السوق ديال النقل أو اللوجيستيك كما كنقولوا بالتعاون مع شركة أخرى اللي كتسمى ناين بوت باش تقدم واحد السكوترات ذكية وذاتية القيادة. حاليا صاوبوا جوج أنواع. النوع الأول كيتسمى ناين بوت ميني، والنوع الثاني كيتسمى ناين بوت بلس. هاد السكوترات عندها تكنولوجيا ذكية جدا ديال التوازن الذاتي، يعني أن الموتور كيوقف راسو، ما كيتحتاج أنك انت تكون شادو باش يوقف، واخا كتحيد ليه البيكي كيبقى واقف راسو. تقدر تتحكم فيه من تطبيق في التليفون ديالك. وكاين فيه مميزات ديال القيادة الذاتية كما هضرنا على السيارة ديال إيلون ماسك. دابا حتى السكوتر تا هو فيه نفس القضية، القيادة الذاتية، بحيث تقدر تستدعيها تجي حتى لعندك بلا ما تتحرك انت من بلاصتك كاع. نعطيو مثلا سكوتر ديال ناين بوت ميني، الوزن ديالو ما كيتعداش 13 كيلو، السرعه القصوى كتوصل 16 كيلومتر في الساعه. متفق معكم، راه ماشي سريع. 16 كيلومتر في الساعه ممكن على تروشينات تقدر توصلها، ماشي كلشي ولكن البعض منه. وقال لك بشارجمون وحده يقدر يوصل المسافه يقطع حتى 22 كيلومتر، يعني بشارجمون وحده. وهادشي كيخليه مناسب للتنقل داخل المدن، وزيد عليها انه عنده مقاومه للماء باش تقدر تستعمله في مختلف الظروف الجويه. اما ناين بوت بلس كيتوفر على ميزات اضافيه بحال التحكم عن بعد بالبلوتوث كما كتشوف في الفيديو دابا. كتحاول انها تبيري الموتور ديالها. كما قلت ان كيتميز بالتحكم عن بعد بالبلوتوث اللي كيعطي تجربه تنقل ذكيه وامنه الناس اللي كيبغيو الراحه والامان طبعا. كما قلت لكم نفس الشيء بالنسبه لتسلا. اي فيغير ولا اي مركبه كيكون عندها لي سنسورز، هما اللي كيديتكتيو لي موفمون ديال لي زوبستاكل قدامه، كيعرف يمشي يوقف يمشي يزيد. يعني بلا هاد السنسورز ما يمكنش الموتور يتحرك. هاد الفيديو الفيديو كتعطيو للناس اللي كيشريو هاد الموتور، يعني بحال السيت اب ديالو، كيفاش تستعملو، كيفاش تبيري مع التليفون ديالك. تقدر ديماري، تقدر توقفها من البوطونه من التليفون ديالك. ريموت شات داون، ريموت بوت ان لوك، تقدر تصيفط ليه بوت باش تحلو. ريموت شات داون. ناين بوت هذه اللي هضرت لكم عليها، هذه هي الشركه اللي دارت شراكه مع شاومي باش اسسوا لنا هذا الموتور هذا. يعني نيفو هارب الناس هادو في الاختراعات. دابا غادي نشوفوا هذا الموتور هذا كيفاش كيخدم في على الشارع.
Imagine a world where your scooter not only drives itself, but also maintains perfect balance without you lifting a finger. Well, welcome to the future with the Ninebot electric scooter, a two-wheeler that blends everyday convenience with cutting-edge technology. At first glance, it might look like your typical electric scooter, but trust البالونس ديالو كيتحرك كيما بغا، من بعد غتعرفوا علاش. me, it's anything but ordinary. And here's a fun fact. Ninebot is actually the scooter division of Xiaomi. Yes, the famous mobile maker that's هذا واصل من 0 حتى 100 كيلومتر في الساعة. الآخر اللي هدرنا عليه كان واصل غير 12. known for shaking up the tech world is now revolutionizing urban mobility 2.0. What makes this scooter so special? For starters, it's equipped with autonomous driving technology. Autonomous driving technology هي القيادة الذاتية. This isn't just a vision of the future. It's happening now. What's really fascinating is how this scooter maintains perfect balance, whether it's on the road or park. هادو هما اللي قلت لكم علاش. هاد لي بالونس هادو لي بالونس الكتريك ديناميك كيتحركوا مع الموفمون ديال الرويدات. هادو هما اللي كيخليو البالونس ديال السكوتر ما عمره يطيح سواء كنتي راكب ولا ما كنتيش راكب. Thanks to its self-balancing technology, the scooter stays upright even when no one's riding it. Imagine the peace of mind knowing that your ride won't tip over in the middle of a busy sidewalk or street. It uses advanced sensors to make real-time adjustments. سمعتي شنو قال؟ uses advanced sensors. راه كلشي على لي sensors هما اللي كيعبروا الموفمون ديال اي حاجه كتحرك قدامك. Ensuring it stays stable no matter the situation. But that's not all. The Ninebot electric scooter is packed with smart features. It has a remote unlocking system that senses when you're nearby, so you don't even need. سمعتي شنو قال لك it does have واحد الفيتشر سميتها unlock features. يعني الموتور في واحد الفيتشر انه كيقدر يتحل بمجرد انك انت تكون قريب حداه. Need to fumble for keys or your phone. فهمتي؟ قال لك واخا ما يكونش الكيز اور الفون، واخا ما كاينش السوارت، واخا ما كاينش التليفون. It knows when you're ready to ride. The built-in monitoring system can detect if you're sitting on the seat, standing on the footrest, or about to dismount. This level of intelligence makes it incredibly safe and user-friendly. And speaking of safety, the scooter comes with an automatic parking feature. سمعتي شنو قال لك في واحد الفيتشر ديال الاوتوماتيك باركين، تقدر باركي راسو، يعني كيتحط يعني انت ما الا كنتي ما كتعرفش مثلا الموتور مزيان كتنزل وكتخدم التليفون ديالك كتخلي كتاكتيفي الفيتشر ديال اوتو باركين. هو كيعبر المسافه ديال المارطر اللي كاينين ديجا في لازون اللي كاين فيه هو كيباركي راسو. يعني نفس القضيه ديال تسلا، نفس اوتوماتيك. هادشي كامل باي اي طبعا، لا ذكاء اصطناعي، هادشي كامل مستحيل انك تطبقه. Yes, it parks itself. Once you've arrived at your destination, you can step off, and with a quick command from your phone. هادشي اللي قلت لكم، قال لك ملي كتوصل للبلاصه اللي بغيتي تباركي فيها كتنزل منه وكتجبد التليفون ديالك صافي، غير من التليفون كتاكتيفي ديك الفيتشر وكيحط راسو هو كيمشي كيتحط في بلاصه. It'll find a parking spot and secure itself. No more worrying about finding the perfect place or if it'll roll away. It's like magic, but it's real. Now let's talk about performance. You're probably wondering, how far can this thing really go? Well, after just 30 minutes of charging, اللي باقي عاقل معايا قبيله شحال قلنا؟ عشي 20 كيلومتر، هذا الدوبل ديالو، هذا 10 مرات. this powerhouse can travel up to 200 kilometers. 200 That's right, كيلومتر. half an hour of Wow. charging, and you've got a range that covers your daily commute, school drop-offs, and even a bit of غالبا لي ستاتيستيك اللي درنا عليهم قبيله كانوا ديال 9 بوت الميني. هذا 9 بوت بلاس هذا كبير عليه، وتا الفيتشرز ديالو يعني لا مجال للمقارنه. side hustling. Whether you're running errands, picking up groceries, or delivering food as a side gig, this scooter can handle it all. And because it's electric, you're not just saving money on gas. You're also doing your part for the environment, so
قال لك اصلا هو يوزر فريندلي بالنسبه للانفيرونمون، يعني مشى هذاك الشيء ديال الدخان والليسانس داكشي اللي كيأثر على طبقات الاوزون الى اخره، يعني هذا يوزر كيسمى يوزر فريندلي. Would you trust a scooter that حتى الجانب المادي انك تخسر فلوس في ليسانس ما غيبقاش، يعني غير تشارجيها في الدار. drives itself? Well, imagine how much time you could save. No more parking stress, no more traffic jams, just smooth, efficient, eco-friendly transportation. And if you're in the market for a new ride, you don't even have to break the bank. Xiaomi's 9-bot electric scooter comes with competitive pricing. In a world where we're constantly looking for ways to make life more convenient, the 9-bot electric scooter stands هذا سميتو the 9 بات ماشي 9 بات بلس، دونك هذا غالبا تكون الفيرسيون الاخر جات هذه. out as a brilliant solution. It's the perfect fusion of practicality and futuristic technology. جا واحد الحاجه قالها في الاخر، قال لك بان الاثمنه ديالو جد مناسبه للناس. الصين ديما كيلقاو حلول، يعني كيلقاو حلول باش يسهلوا الحياه ديال الناس ديالها، وفي نفس الوقت كيكونوا هما في الرياده ديال السوق العالميه من حيث الاختراعات وانتاجات اللي كيتصدروا بها طبعا الاقتصاد العالمي الى جانب الولايات المتحده وروسيا. هادشي ما كان اخوان الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون يعجبكم، وخليو لنا واحد لايك، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله.